ان اي حد عامل دايت ولو هو مش بياخد الفيتامينات الصح في الوقت الصح وبالترتيب الصح، فجسمه هيوقف البروسيس، هيوقف الدايت. ففي فيتامين انت لازم تاخده قبل ما تبدا دايت، فيتامين واحد لازم تاخده قبل اول يوم في الدايت، وفي فيتامينات انت محتاجها في الاسبوع صفر، في اول اسبوع ليك في الدايت لازم تاخدها. بعد اول شهر بنبدا نقيم حاله كده معينه ونشوف تحاليل معينه ونشوف ايه الفيتامينات اللي ممكن تدخل بعد اول شهر. هقول لك بقى دلوقتي الخريطه الزمنيه بتاع كل ده. بصي، اول حاجه انت لازم تاخدي فيتامين د لانه ناقص من عندنا كلنا، ولانه يعني مين كور في البروسيس بتاع الدايت كلها. ده في اليوم الاول قبل ما تبداي الدايت اصلا تروحي تشتري لك فيتامين د. طب هناخد جرعه قد ايه لو انت ما عندكيش نقص حاد؟ بنبدا ناخد من 2000 ل 5000 جرعه. طيب تاني حاجه في الاسبوع الصفر زي ما احنا قلنا معاك مغنيسيوم مهم جدا للنوم والاتزان النفسي ومقاومه الانسولين. معاك بي كومبلكس برضو مهم للارهاق الذهني ومهم برضو لجهازك العصبي. معاك اوميجا 3 يقلل لك الالتهابات شويه اللي غالبا هيبقى عندك قبل حتى ما تبدا الدايت. ومعاك زنك هيبقى مهم جدا ان هو يدعم هرموناتك وبشرتك، فده هيبقى مهم قوي. فدي حاجات لازم تاخديها في الاسبوع الاول. طيب ايه اللي بنحدده بعد اول شهر من الدايت؟ او في ارهاق عام شديد وبقيتي بتدوخي فاحنا محتاجين ندخل حديد، فهنبقى محتاجين نحلل سي بي سي وسيرم فيراتين. بنبقى محتاجين نشوف اداء الجهاز الهضمي بتاعك لو احنا محتاجين البروبايوتيك ولا لا، انا قلت قبل كده. بنبقى محتاجين نحدد ان فيتامين د لما احنا خدناه كان في مشاكل مع الكالسيوم ولا لا، فممكن نعمل تحليل كالسيوم. لو عندك اعراض نقص كالسيوم بنبدا ندخله، بس دول بنحددهم بعد اول شهر وبنشوف احنا هل محتاجينهم ولا لا. طيب خلينا نقول مواعيدهم برضو. فيتامين د مع الغداء وجبة فيها وسط دهني كويس. المغنيسيوم قبل النوم تاخد من 200 ل 400 مللي جرام قبل النوم. البي كومبلكس الصبح بيديك طاقة كده ونشاط. الحديد على معدة فاضية، ويا ريت يبقى معاه فيتامين سي لو ما عندكش مشاكل في معدتك. والبروبايوتيك بيبقى قبل الفطار مثلا بساعة، والزنك بعد العشاء بساعة.